السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، الحقيقة أن الكلام عن الروح هو يحتاج إلى وقت طويل جدا، لأن الكلام عن الروح يحتاج تأمل شديد، والحقيقة التأمل يكون في آيات القرآن الكريم. والحقيقة نقطة التأمل هي: هل يا ترى الموضوع في الحياة، هل سر الحياة هي الروح؟ يعني إذا خرجت الروح من الجسد، هل هذه هي سر الحياة، أم أن هناك سر آخر للحياة؟ الحقيقة المتطلع لآيات القرآن الكريم يجد أمر عجيب جدا، يجد أن هناك سر للحياة غير الروح، في حاجة تانية موجودة، سر للحياة موجود في الإنسان غير الروح. ولذلك الروح دي لها أكثر من تعلق بالإنسان. فاحنا قدرنا نعرف سر الحياة، ان هناك سر الحياة غير الروح من خلال تعلق الروح بالجنين. ازاي؟ انت عارف طبعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اللي هو في البخاري ان الله سبحانه وتعالى يأمر بنفخ الروح بعد لما الجنين يكمل في بطن امي بعد 4 أشهر، يعني بعد عمر 4 أشهر رحمي في الرحم يجي النفخ في الروح. الحقيقة المسألة دي خلتنا نفكر كتير قوي. طيب يا ترى الفترة اللي هي 120 يوم الأولين دول، هل كان في حياة مع في البييضة نفسها وفي ماء الرجل، ولا ما كانش في حياة؟ طبعا بالطبع كان في حياة. قالوا طيب الحياة دي ممكن تبقى مستمدة من حياة الرجل ومن حياة المرأة. طيب خلاص ماشي، مستمدة من حياة الرجل ومن حياة المرأة، لكن في ناس كتير قوي بتسقط في الشهر الأولاني، بتسقط في الشهر الثاني، بتسقط في الشهر الثالث، بتسقط قبل نفخ الروح. طب في الفترة دي الناس دي بتسقط ازاي؟ او ليه بتسقط؟ النساء دي اللي بتسقط او الجنين اللي بيسقط ده من بطن امه بيسقط ازاي؟ قال لك اصل ما اعرفش كان عنده اختناق، ما اعرفش حصل عنده مش عارف فيروس، ما اعرفش حصل عنده ميكروب، ما اعرفش حصل عنده ايه علاقة الكلام ده؟ ما انتوا بتقولوا ان ان الوقت ده ما فيهوش حياة، ما فيش حياة قائمة، يبقى ازاي ايه تأثره بقى بالاخرين ولا بالكائنات التانية؟ قال لك لا، ده هناك سر للحياة موجود في العبد منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وهذا السر موجود فيه، وهو يتناقل ما بين ذرية آدم كلها. ولذلك في القرآن ربنا يقول كده، يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا